وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلاة تحرق بها الشياطين، صلاة تحرق بها الكافرين، صلاة تحرق بها المنافقين. صل اللهم على نبينا محمد صلاة تحرق بها كل كافر فاجر، صلاة تحرق بها كل منافق فاجر، صلاة تحرق بها كل منافق فاجر. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، هو الله. توكلنا على الله الملك، هو الله. توكلنا على الله القادر، هو الله. توكلنا على الله الغني، هو الله. توكلنا على الله القيوم، هو الله. توكلنا على الله الحسيب، هو الله. توكلنا على الله الوهاب، هو الله. توكلنا على الله الظاهر، هو الله. توكلنا على الله الحي، هو الله. توكلنا على الله السلام، هو الله. توكلنا على الله الأول، هو الله. توكلنا على الله الآخر، هو الله. توكلنا على الله الظاهر، هو الله. توكلنا على الله الباطن، هو الله. توكلنا على الله، هو الله، هو الله، هو الله. توكلنا على الله الفتاح، هو الله. توكلنا على الله العليم، هو الله. توكلنا على الله السميع، توكلنا على الله البصير، هو الله. توكلنا على الله الحكيم، هو الله. توكلنا على الله العادل، هو الله. توكلنا على الله الجليل، هو الله. توكلنا على الله، توكلنا على الله. توكلنا على الله المحيي، هو الله. توكلنا على الله المميت، هو الله. توكلنا على الله. جلاكم الله، جلاكم الله، جلاكم الله. الحمد لله، جلاكم الله. يسلسلون ويعذبون. فبحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم
جل الله جل وعلا. نسأل الله كما جلاه لنا أن يستجيبنا فيما دعوناه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لنا. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لنا. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لنا. اللهم استجب لنا فيما دعوناك يا ربنا. إلهنا استجب لنا، لا غنى لنا عنك طرفة عين، فأنت الله لا إله إلا أنت. فاسمعوا وعوا. الذي جلاكم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه أسباب شرعها ربنا جل وعلا، شرعها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وجعل الله جل وعلا القرآن بلسما ودواء وشفاء. وتبين أنكم تختبئون وتختفون في البدن. وتبين السر العظيم جدا باحت به قبل البدء بثواني. قالت لي أن الأم كذلك بدأت تتأثر بعد جلسة الرقية. الأم أي أمها كذلك لاحظت عليها يعني تغير في الصحة أو في الحركات أو في المزاج أو في الطباع. والذي أعلم وأعرف وتبين لي من خلال العلاج والرقية أن الذي يسكن البدن له علاقة بسنوات مضت، بسنوات بعيدة، وقد تجر هذه السنوات إلى الصبا. وإذا وقفنا عند مراحل الصغر والطفولة ثم سمعنا أن الأم تأثر، فسوف نفكر تفكيرا دقيقا عميقا في صلة بين الأم وبين ابنتها بالموروث والمشترك، لأنها كانت تعاني قبل زواجها لكن في سر وخفاء، لكن بعد الزواج تبين أن الأمر يشتد عليها لكن خفية، في تعطيل محبة ومودة وأنس وفراش وجماع بينها وبين حلها وزوجها. ثم بدأ الأمر يشتد فبلغ الأمر مبلغا عظيما في مال الزوج وكسب الزوج. ثم ظهر أن الأعراض تساق وتجر إلى عاشق دون اعتداء في النوم، لكن أصبح يأتي فيطالع في المنام فقط، بدأ يجلي حاله وحقيقته. هنا نأخذ صورة على أن من في البدن هو يختبئ تمسكا وتعلقا وعشقا، فما كانت تظن أن بها علة إلا بعدما أكدنا على الشيطان الكبير ومعه التعلق بالعين والنظرة والعشق. إذن أنت تطالب استجابة لأنك تعي الكلام، فالذي حباك بالسمع والفهم الله، فحري أن تستجيب إيجابا لا سلبا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن المقصود بالسمع هو الاستجابة، وإلا هذا السمع ما كان ليعود عليكم بنفع، كما قال الله جل وعلا آذان لا يسمعون بها. كانوا يسمعون لكن لا يستجيبون، فإنك لا تسمع الموتى. الذي لا يستجيب هو ميت، كما قال الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
بمعنى أن من لم يستجب للمنادي، إن سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، الاستجابة الفورية بالقلب وبالجوارح، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. إذا من لم يستجب فهو ميت، فأنت كنت ميت في هذا البدن، وما دمت ميتا في البدن وأنت ملك منذ الصغر فجعلت كذلك البدن ميتا في كل الأمور، حتى في الجوانب الشرعية الإيمانية التعبدية. فمن وجد قلبه ميت قاس غافل لاهٍ وجوارحه أيضا فعليه أن يعود إلى كتاب الله. فلعل العلة لا تكمن فيه هو، وإنما في دخيل يشاربه أو يختبئ داخله وهو لا يعلم، وقد يسوقه إلى الحطب ويسوقه إلى جهنم والنار والعياذ بالله. مفهوم؟ فلما وعظنا وبينا ما استطاع أن يصبر ثم جلاه الله جل وعلا. إذن حقيقته أنه متيم بقوام وبجمال، ولهذا جاء بالعيال والأمراض والنحافة والضعف، فلا يجعل في قلبها سكينة أو طمأنينة أو محبة أو مودة، لأنه يغلف القلب يغار، لا يريد لها أنسا ولا صنع مع الزوج أبدا. وجلاه الله عز وجل. تبين هذا بفضل المولى الكريم. فألزمك بطاعة الله عز وجل، وإلا تعذب عذابا شديدا لا مكان للشيطان كيفما كان. الجسد يجب أن يصبح كما خلقه الله جل وعلا نقيا، مفهوم؟ لا جن فيه. ما جعل الله جل وعلا للجن مأوى ونزل، يعني أن تكون أبدان الإنس هي الطعام والشراب والمبيت، أن تكون مأوى لهم ونزلهم، صح أم لا؟ إذن عليك أن تتقي الله عز وجل. وإذا عذبناك فبالحق وبالعدل، فإذا عذبت وأوذيت أو أحرقت بكتاب الله وآي القرآن فأنت من جنى عن نفسه، أنت من ظلم وما ظلمناه. مفهوم؟ إذن أعظك طاعة لله عز وجل أن تأتي مسلما، واعلم أن الله ناصرنا شئت أم أبيت، أن الله يعزنا شئت أم أبيت، وأن الله يشفيها شئت أم أبيت، وإذا مرضت فهو يشفي، والله يخرجك شئت أم أبيت. أقولها لكل شيطان مارد عفريت طيار غواص ملك عاشق خادم ساحر، شئت أم أبيت الله يجليك يضعفك يذلك يخرجك. انظر ماذا يحل بك. فلو كانت لك القوة لما ظهرت ولما ارتعدت، لكن الله تعالى قذف في قلبك الرعب، إنه الله، لأنك كافر فاجر. لا يستطيع كافر أن يصبر مع حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم آية القرآن، أبدا لن يستطيع. فنبدأ بالله المستعينين. فإني أعرفك، أنا كان نصحك قبل ما نبدأ، تعذب عذابا شديدا، تعذب، قلت لك تعذب عذابا شديدا كبيرا، والله إني لك من الناصحين. إني لك ماذا؟ من الناصحين. إياك أن تظن أنك تسرق الوقت وتأكل الوقت ثم تفكر أنك تبقى معها تلازمها، تقول هذا خلاص الأيام تنصرم والأيام تنسحب والأيام تذوب والأيام تذهب، ثم ما ثبت حتى أن تأخذ بحزنتها وبحقيبتها وترحل، وهي لي كيف لي أن أفارقها وقد صبرت عقودا طويلة ألازمها أعشقها أحبها، ثم يأتي فلان ثم يخرجني منها من يكون. انظر ماذا يشفق عليه. عبد الله كيستاجي كيفاه مزيان، واسمعها مني
شتي تمشي للعرق الصغير نتبعوك، تمشي للمفصل الصغير نتبعوك. شتي شي يوقع عليه والله العظيم كلام كيعذبك. تمشي للعرق الصغير نتبعوك، فهمتي؟ شتي اش كيدير دابا؟ تمشي للعرق الصغير نتبعوك، تمشي للكرية البيضاء نتبعوك، الحمراء نتبعوك تمشي فين ما مشيت، تمشي للوريد نتبعوك، تمشي لأي شعر نتبعوك، تمشي للحوض نتبعوك، للخصر نتبعوك، تمشي للرحم نتبعوك، تمشي للمبايض نتبعوك، تخادع انك سلمتي نتبعوك، تخادع وتنافق نتبعوك، تبغي تبين انها ولات مزيانه وبصحه وتقول خالصه توقف الرقيه، لا غادي نتبعوك، حنا تابعينك تابعين. كيف تعذب؟ تابعينك في كاين المشكل. كلام ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله يجعل لنا البركة، صح ولا لا؟ لأنها عليك حرام، لأنها ماذا؟ عليك ماذا؟ حرام. وإن أسلمت وادعيت الإسلام فالعشق حرام. ما تقول لي ترفع لي التوحيد في اليدين، زعما راني سلمت، راني خوك تكيس عليا. الله تعالى حينما أنزل آية الجلد في حق المؤمنين، حينما أنزل الحد في السارق في المؤمنين، فهمتي ولا لا؟ ماشي في الكافرين على قريش ولا لا، حتى على من أسلموا أنزله الله تعالى حدود على من أسلموا. باش تعرف تقول لي يا مسلم خلاص، مسلم تزني بها، مسلم تبعد على زوجها، مسلم تبقى فيها، مسلم ظالم تعاقب، حدود شرعية مفهوم؟ حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يبين قيمة الحدود، لأنه لو أقيمت حدود الله جل وعلا اتعظ المجرم وارتعد المجرم وخاف من خلفه. حتى ما تكونش هكذا الأمور مطلوقة، فهمتي؟ أكيد الآخر سيخاف. حينما تقطع يد الفلان الآخر يخاف على يده، حينما يوجد فلان يخاف الآخر من الجنة، حينما يرجم حتى الموت يخاف الآخر. هكذا هذه حدود جعلها الله تعالى رحمة ليس عذابا، إنما رحمة للصالح العام. ما نفكروش الإنسان تقيم عليه، كنفكروا في الصالح العام، لا يزني بجارته، لا يزني بأخته، وهكذا. مفهوم؟ حدود الله حينما غيبت بوسائل خبيثة يهودية نصرانية لنصبح نحن وهم سواء. مفهوم؟ فحتى نصبح نحن وهم سواء، لأنهم غيبوها، ما أحكموا بالتوراة وما حكموا بالإنجيل، فجعلنا حتى نحن نحكم بالقرآن. مفهوم؟ إذا لك أنت مسلم حبيبي، الإسلام يقول لك لا تؤذي المسلمات، خاصك تموت من أجل أنك تحفظ كرامة المسلمات. فهمتي؟ كان ينادي منادي الجهاد من أجل ومعتصمات، من أجل أن امرأة تذل وتهان في خمارها، في جيبها، في حجابها. مفهوم؟ ماشي يجي المسلم ويسكن لها في العفة ديالها. وفرق بين ما أن يقع في الزلة وبين يقيم في الزلة وعلى الزلة، حتى دي مصيبة أخرى. الإصرار مصيبة، قد يقع المسلم في الخطيئة أو في الإثم أو في الكبيرة أو في السيئة، لكن يقيم فيها أبدا لا يكون هذا، لا يكون مسلم ويبقى في العورة ويبقى في العيش. يا عيني ويقول لي والكفر تخلص منه، كيفاش غنتخلص من حبها؟ راني من الصغر، راك انت ما عارف والو، صح ولا لا؟ ومن بعد أسلم لربك بحق، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسمعتها؟ فسوف يلقون ماذا؟ غيا. الغي هو جهنم والعياذ بالله. فهمت ولا لا؟ هيا إلى ربك. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه مهانا إلا من كان عاشق متيم بالحب العظيم. اسمعني مزيان، اسمعني مزيان، والله وبالله وتالله لو طهر قلبك وجعلت المحبة محبة أخوة في الله لكانت أعظم. وأحل الله لك في المقابل ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع. رحمة الله شرع عظيم. المؤمنات أخوات لك، عفيفات تقيات نقيات. قال لي لا تكونش أخت لي، تكون زوجة لي، صح. قال لي أن تكون أخت لي، واختار لك من بني جنسك من توافقك في كل ما تريده. شرع الله لك هذا للإنس والجن، أن تختار من توافقك وتكافئك وتريحك وتسعدك وفق ما تشتهي أنت. اخترها لكن من بني الجنس في حلال. الله تعالى وسع وربي ما صعبش عندنا الحلال أبدا. الحلال يسير سبحان الله، لكن كلما ابتعد الإنسان عن دين الله وعن شرع الله كلما صعب عليه الحلال، وكلما خوفه الشيطان من الحلال، وكلما اقترب من الله وعنده طاقة ونور من الله وخوف من الله وتوكل على الله كلما سهل عليه أمر الحلال وإن كان مثنى وثلاث ورباع، لأنه يرى فيه شرع من الله وحكمة من الله وغاية من الله وقصد من الله وطاقة من الله وتوجه إلى الله، لأنه من الله وإلى الله يريده ابتغاء وجه الله. مفهوم؟ فهو يتحول ويتنقل ابتغاء مرضات الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بيقين، لأنه يبحث عن الدفء في طاعة الله وعن الحنان في طاعة الله وعن المحبة في دين الله. مفهوم؟ ليس في معصية الله عز وجل. فمن يجيره من عذاب الله إذا كان يقع في الحرام صباح مساء ويقيم عليه صباح مساء، والله يقول له عبدي قد يسرت لك أمر الحلال فأغلقته وجئت إلى ما هو صعب عليك شاق عليك، لكن الشيطان خدعك وسولك ويسره لك وكنت تقدم عليه بنفسيتك نفسية مضطربة تنفق من أجله مالا وتلقى في طريقه كربا وصعوبة وحرقا ونارا، وكنت تصبر على أن تبقى مقيم في معصية الله عز وجل، مع أن في الحلال الأمر يسير بإذن الله عز وجل، لكن يسير على من يسره الله عليه. أقولها من له نور من الله الحرام صعب عليه والحلال يسير عليه، والعكس من أخذ الزاد والعياذ بالله بالسيئات والسواد بالسيئات تصبح أمر المعصية سهلة عليه. في الغزل في الكلام العشق، في الكلام الحرام، في المتابعة في الحرام، في اللقاء في الحرام، في التواصل في الحرام، في العناق في الحرام، في القبل في الحرام، في الفراش في الحرام، وربما يأخذه من واحدة ويجره إلى أخرى وزلة تبعها زلة، ولكن أمر الحلال مغيب أو شاق عسير ويخوفه الشيطان منه، لأن الشيطان جعله في حزبه وصفه. أما المؤمن فهو لا يلتفت إلى هذا حتى وإن زل، فإن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن المؤمن لا يقع حين يقع في معصية وهو طيب النفس بها منشرح الصدر بها، حتى وإن وقع فيها يكون على ضيق صدر. سبحان الله. المؤمن إذا وقع حتى إذا وقع في المعصية لا يقع ويستشعر اللذة كما يستشعرها العاصي المقيم على المعصية. مفهوم؟ وحتى إن وقع فيها لا يصر عليها ويعقوها بالبكاء والندم والتوبة، لأنه يعلم أنها ليست من طينته، ليست من ضربه، ليست من أخلاقه، فيعلم أنها كانت كابوة وكانت زلة، لكن يتعظ بها ويعود بها إلى خالقه وبارئه ويعود بها إلى ربه سبحانه وتعالى، فتكون له عبرة وعظة يذكر نفسه بها حتى لا يقع مرة أخرى. فرق بين من حاله هذا وبين من يقيمها ويصر. لهذا ربي قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مفهوم؟ فلا بد أن نفهم هذه المقامات. لكن
عليك أن تعلم أن الله سبحانه جل في علاه يطالعك ويراقبك، وهو عليم بأهوائك وبرغباتك وبشهواتك، فيسر لك واختار لك سبحانه وتعالى أين تضعها. ما عقدش عليك الأمور، ما غلقش عليك الأبواب، بالعكس اعلم أن في الرجل شهوة فقال له خذ ما طاب لك، لا تريد واحدة مثنى وثلاث وربع، لكن إياك أن تزني. خلاص يقول لي مشاق وعسر وعدم توفيق وعدم قدرة واستطاعة. قل له حينما تذهب إلى الزنا فأنت تضع مالا، ليس الأمر مجاني، وحتى وإن جاهدت كان الله معك، حتى يرق الله عز وجل على المؤمنين هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم حق على الله عونهم، لن يتخلى الله عنه، ومنهم الناكح يريد العافية. قال أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة التمسوا الغنى في النكاح. إذن من أسباب السعادة، لكن بشرط الذي يصيب النكاح من أجل العفة، ليس من أجل النزوة وأن يتباهى بالزوجة وجمال الزوجة أو مصلحة ومنفعة مع الزوجة أو أغراض الله يعلمها، لأن هذه أمور قلبية يعلمها الله عز وجل، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لكن من أخذ من أجل التحسين والعفة كان الله عز وجل معه، وحق على الله عونه، فيرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، لأنه فيه تقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفهوم؟ لكن الإنسان يتناسى أمر الحلال ثم يبدأ يفكر صباح مساء، كيفاش تدخل الويكاند وكيفاش تدخل العطل وكيفاش تدخل الساعات والليالي في الحرام والعياذ بالله، هذا إنسان محروم. فهو لو اختلى بنفسه وسأل ربه ودمع وخشع لفتح له بابا، بل والله لساق له من هي ترجو خطبته وده وزواجه، وترجو أن تكون له نفعا وطريقا ونورا وخيرا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه جل في علاه. الله هذا ربنا الذي خلقنا وعليم بقلوبنا سبحانه، فيسخر الله لك. الآن العاشق ما هي مصيبته في البدن؟ أنت ما هي مصيبتك؟ أنك لا تفكر أبدا إلا فيها. نعم يقول لك وأنا لا خرجت ما غلقاش، لأن خلص عقله شمه سمعه بصره جوارحه لا ترى إلا هذا الحسن وهذا الجمال. وهذه مصيبة المعصية، هذه مصيبة العاصي حينما يصر على المعصية. الإقلاع عن الذنب عنده صعب جدا، صعب جدا، لأن هناك سواد يشده، جعله الظلم، لا يرى نور آخر، لا يرى شيء، هو فقط يرى لا بد أن ينتهي ليذهب إلى الخمار، إلى شرب الخمر، لا بد أن عقلك يعني إشارات، لا بد أن يدخن، لا بد هو يذهب في الطريق، لا بد أن يطالع عورة، عينه لا تنظر إلا إلى عورات النساء ومؤخرات النساء مثلا. هنا كاين عادة سلوك سيء لم يستطع أن يغيرها بأنوار الطاعة مثلا. هذا ما يقع الآن على العاشق. تقول له مثلا المرأة والجمال وفي الجنيات، تقول لك ما لا يفكر، كلامك عنده مرفوض. يقول لك ايش يقول هذا؟ هل هناك ما هو أحسن منها؟ ما كاينش ما أحسن منها، ما كاينش ما خير منها. كيف؟ مع أنه يرى العذاب والحرق والنار لكنه يصبر حتى يبقى في الجسد، سبحان الله. ومع أنه يرى الزوج يجامعها يقول ماشي مشكل، لكن غنعمل حاجة وحدة، اسمع ماذا يتعذب اللي قبل يجي مع الزوج فقط يشد قلبها ويكمش لها قلبها باش ما تحسش بك الانشراح مع الزوج. إذا الزوج شو يوقع له؟ يوقع شنو؟ ينام مع مومس، ينام مع بغي، تقول له اقضي حاجتك وقوم وانهض، يعني ومع ذلك يصبر نفسه ويقول لعل الأمر عادي. يوم على يوم فقد يتغير قلبه ويتغير إحساسه. هو هذا ما يرجوه، لأنه يعرف بأين تؤكل الكتف، يعرف كيف يغير في المحبة والمودة. مفهوم؟ هذه أمور خفية، ولكن الجن بها عليم، الجن بها عليم. أحوال العاشق أحوال كبيرة جدا. العاشق يعذب كل واحدة على حسب، فلا بد أن تكون على اطلاع بهذه الأمور. فقط نامي مع الزوج، أنا لن أؤخر عنك الفراش، لكن معه الألم. نامي مع الزوج لكن فيه برود إحساس، برود جنس. اسمعوا،
فقط. إذا تقول لك ما عنديش العاشق، لكن اسمع، ما راجلي عندي ما عنديش العاشق لأن ما كنشوفش اعتداء في الجنسية، ولكن قد يكون حولك أو معك وأنت لا تعلمي. قال لي إيه سمعت ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ تبقى سنين وقد تنجب، ولكن عدم الإحساس مع الأبناء، عدم الإقبال مع الزوج، عدم حسن التبعل للزوج، يوم على يوم على يوم. وقد يكون الزوج مخلصا وفيا صادقا، يأتي هو يغتسل يلبس يوم على يوم حتى يتغير حاله. قد يكون يحب الجماع معها يوميا، يصبح مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في شهرين، حتى يصبح لا يريده بالمرة، فأصبح هو من يشكو أو هو من يتعمد أو هو من يستشعر الجفاء والبعد، فتغير السلوك حتى عند الزوج في طبيعة الزوج. وهذه من أساليب العاشق، سواء كان بمس مباشر أو حول البدن. هادشي اللي كاين. يؤكد يقول لي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، مفهوم؟ إذن والضحية من هم الأزواج. قد تكون الزوجة طيبة وعلى نياتها وصادقة ومخلصة، لكن الضحية زوجان اثنان، ليس زوج واحد. بجوج بجوج. برافو عليك، برافو عليك، معلم، ضربتيهم ضربة معلم، صح؟ الشيء اللي كاين. ولهذا لما أنصح النساء قاومي والبسي، قاومي وتعطري، قاومي وتزيني قبل أن تتحول نفس الزوج، قبل أن تتغير. ومن الصعب أقول الزوج إذا كان في إقبال على الزوجة ولم تراعي الأمر ثم انصرفت حاله إلى شيء آخر، إلى الركون إلى العزلة أو إلى البرود أو عدم الاهتمام بالفراش، من الصعب أن يعاود الرجوع، لأنه يصبح خدش وجرح عميق، وهذا لا يعرفه إلا من يمارس ويحقق في أمور السلوك وأمور النفسية ديال الرجال، لأن الأمر صعب جدا. لأن الزوج مثلا يأتي فيتزين والمرأة لا تبالي، يطلب منها أن تعطر وهي لا تبالي، يطلب منها مثلا أن تكون معه بإقبال في الفراش، ماشي روتين، ماشي يعني من أجل المجاملة والتصنع، أن تكون معه بقلبها وقالبها وهو لا يشعر بها أبدا. ويستمر الأمر عام، سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، تمر عجاف، قد 8 و10 حتى 10 سنوات. طيب ماذا سوف يقع؟ هذا الرجل مثلا الزوج الشاب ماذا سيقع معه؟ هو يعلم ويرى ويسمع ويعرف أحوال كثيرة جدا. احنا ماشي في العصر ديال 60 عام قبل ولا 70 و80 الرجل لا يعرف شيء. إذا وقع على زوج يقول خلاص هذا هو الجماع. كان بعض النساء قديما إذا كان الرجل معها ثم قضى حاجة تقول وهذا هو حال الزواج، أن الرجل يأتي زوجه ثم يأتي بشهوته ويقوم عنها. لا، النبي أصلا نبي، لكن كان الفقه مغيب في حينها والعلم مغيب حينها. لكن تعرف المرأة الآن أن حتى هي لها نشوة، لها أعشى، لها جماع، لها لذة، والرجل كذلك، وله مقدمات وله أمور قبله وبعده، له آداب وله أشياء. إذن حينما الزوج يكون على اطلاع وعلى باع وعلى دراية ويرى أن الأمر مغيب، يصبر ثم يصبر ثم يصبر ثم يصبر، لا شك أن هذا يكدر من صفوه ويكدر كذلك من سعادته. والعاشق الجني فقيه، شيء مصيبة. العاشق الجني فقيه بهذه الحيثيات، سواء كان معمرا في البيت عاشق، أو يتنقل حول البدن عاشق، أو يختفي في البدن عاشق. وليس شرطا الاعتداء، ليس شرطا الاعتداء، لا لا لا، ليس شرطا الاعتداء. المرأة أحيانا قد ترى المرأة أن يأتيها ملك، أو ترى أن أحد يطالعها أو يقترب منها، أو يأتي في صورة الزوج. نعم، يأتي في صورة الزوج على حسب كل جني وعلى حسب هواه. هو قال هو يعني هذا يأتي في صورة زوجها أحيانا. طيب هو الآن يتكلم، خلاص خرج إلى الكلام الصريح، الآن أصبح يبين كل شيء، ما كان يتكلم. إذا لا بد أن نفهم هذه الأمور. العاشق عدو للأزواج، قد يكون بالعين، بالنظرة، بالسحر، بالتجديد، بأشياء كثيرة جدا. إذن خلاصة هذا أن الجني أو الشيطان يفرق بين الزوجين بأساليب كثيرة. العاشق خفية، أؤكد على خفية، لأن لا تكون معلنة بالأعراض في المنامات وفي اليقظة حتى تقول أنا مريضة.
لكن لا بد أن المرأة أن تكون على حذر، لا بد أن تكون على حذر، لا بد أن تكون على حذر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء بحسن التبعل وبحسن الطيب وبحسن الزينة، ما خليهاش، وبحسن القول وبلين القول وبحسن السمع والطاعة. إن هذه الأمور حتى إذا غيبت أمور أخرى قد أن الزوج يرى المحبة والمودة وحسن الخلق الجميل يغطي ويغيب السلبيات الأخرى. لكن أما إذا جعل الجني في طبعها وفي سلوكها أو منها هي في طبعها وسلوكها فغيبت محبة ومودة الفراش، ثم كانت فظة وغلظة وقسوة وجفاء ورفع صوت وعدم سمع وطاعة، فأكيد أن الفرار فرار. طيب وهذه من نعم الله عليها أن الله حباها ب شنو اللي ما كاينش؟ شنو هو؟ يعني هي حبها الله تعالى بالليونة والهدوء وحسن السمع والطاعة. كل شيء وانا كل شيء الحمد لله كل شيء دايز كل شيء غالي، ولكن شيء اخر لا. طيب على المرأة أن تطرد عداوة العاشق بالتودد إلى الزوج والابتسامة في وجه الزوج وبالقبلة والحضن واللباس وحسن السمع والطاعة والهدية والإحسان إذا كانت حقا تريد أن تحافظ على بيت وعلى بعل وزوج. هذه نصائح غالية لا تفقهها إلا من عانت أو ولى الزوج مدبرا ولم يعاقب، ثم تبين لها أن الأمر كان بيدها لكنها ما راعت الله عز وجل وما حافظت ود الزوج وكرامته ونفسيته ورجولته وقوامته، ما رعت هذا فولى مدبرا ولم يعاقب. مفهوم؟ العداوة باقية مع الجن والشياطين إلى قيام الساعة. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فلا بد من أن البيوت وأن الأزواج أن يراعوا هذا وأن يحفظوا هذا. إنه عدو لك ولزوجك، قالها الله لآدم ولحواء عليه السلام، ولا زالت هذه العداوة باقية. عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك بالجنة فتشقى. إذن هو أنت وزوجك في الجنة حتى في بيتك. قد تكون أنت وزوجك في الجنة جنة الدنيا، لكن نريد أن يخرجك منها وأن يخرجها منها وأن يخرجكما منها لتكون في الشقاء، في العداوة، في النشوز، في البغضاء، في الفراق، في الطلاق. ولكن قل من يعقل، قل من يعقل. أتشيلكين قل من يعقل وما يلقاها إلا الذين صبروا. كتصبر تبقى تصبح بمعنى أن غنبقى مع واحد المدة. كتحلم حبيبي، كتحلم روح أمك. اسمعني مزيان، اسمعني، جعلتيها الحم على عظم. ها سبحان الله. العاشق فيه مشكل. العاشق أحوال، هناك عاشق من يجعل الهيبة والجمال والرفعة مع الناس والإقدام إلى الأمام، وعاشق يسلب الجمال ويغير القوام ولكن مع ذلك مفتون متيم بالقوام والجمال. هذه أحوال لا تضبط، لكن أعراض تدلك عليها ومتابعة تدلك عليها، والغاية أنه يعترف ويقر، ثم إن شاء الله تعالى إلى طلب الله تعالى تكون جنة الدنيا والآخرة. هيا أقبل على الله. أقبل على الله. رافي بنمشي تغتي. لا غنمشي انا اصلا غنمشي صافي نقطع وغنمشي صافي. شتي قال يقطعوا اصلا، يعني يقطعوا الطياره غيرجعوا. شتي شي المكر اللي قلت لكم قبيله. الله يجعل شي بركه. شتي ما غيمشيش غير غيوه. صافي الغاو قبل وحده وجوج وسته صافي غنمشي. ماشي مشكل. مزيان نمشي. ماشي مشكل. مزيانه كاع الا مشى. مزيانه صافي. ياك. الله يجعل شي بركه. اصلا قحط الفلوس ما كاينش صافي. سالينا. ياك والله العظيم انا ناخذ عندهم ما عنديش مشكل. سلام. فهمتي؟ انا جيت اليوم انا ما خدام جيت عندهم.
واخا ما خدامش، لا خصهم يمشيو. فهمتي؟ والله ما خدام وجيت عامله ماشي مشكل. عارفين ولكن ايوا مزيان اللي عارف، حيت ملي كيبدا يتكلم معك الشيطان بلغه الماده خاصك تقهرو، فهمتي؟ ايوا اسمع مني مزيان. غيمشيو. لا ابدا، لا لا غادي نمشي. راه ما تخلينيش نضربك شي ساريه من سواري المركز وتبقى تسمع جميع الرقيه اللي كيدوزو، فهمتي؟ ما بغيتش اصلا، انا ما بغيتش. شنو اللي ما بغيتي؟ ما بغيتش نبقى هنايا اصلا. بغيتش تبقى في البدن؟ لا ما نبقاش هنا فضل بلاصه. في المركز، نمشي. وكتبقى معاه هي؟ ما فيش، ما كاينش مشكله. ها؟ مزيان. تبقى معاه هي؟ شحال من عام انت فيها؟ بزاف شحال تقريبا؟ ملي كانت صغر من الصغر، هذه قلت كلامي صح، من الصغر. كاينش هو دابا يجي من البارح وغاية زعما يعيش حياته عادي. علاش؟ اسمع، قال لي كيف الزوجه غير البارح، شحال عمركم مزوجين؟ هو بزاف 6 سنين راه بزاف. يعني 6 سنين 6 سنين في عمر الجني غير البارح. بزاف هذيك 6 قال لي كيفاش جا غير البارح وباغي يعيش مزيان، يعني يحارب، يعني زوجها 6 سنوات وهو يصبر، يا خويا ما باغيش يطلق. 6 سنوات وهو صابر، آذاه في كل شيء، في الهموم والأحزان والمال، ومع ذلك صابر. راه خدام كيصور فلوس وكذا، لكن راه حقت السعادة تسلب ومع ذلك صابر. إذن الزوج صابر مع الزوجة، والزوجة حتى هي مظلومة، فهو في بدنها يؤذيها. ولكن انا مزيان بعدا حنا مزيان. قال لي كيف يعني هو جا غير البارح، يعني 6 سنوات، أنا قبله، يعني أنا معها منذ الصغر. كي دار ليها مالو مالو اش بغا يكون. أنا بغيت نحط واحد الشرط اخر من شروط الزواج وهو قبل. عرفتو شنو هو؟ عرفتو. شنو هو؟ خصهم يشوفوا واش فيها العروسه، واش فيها شي حاجه. والله لا هو بالله بصوت، عرفتي؟ بغيت نحط شرط من شروط الزواج، وهو ماذا؟ لما يمشي يقلب عليها ويسول عليها ويدير العدل والمهر والصداق وكذا وهذه الامور، يحط واحد الشرط اخر. قبل ما يتزوج. يجيب الزوجه ويحطها عند الراقي واحد الاسبوع 2 الاسابيع حتى يتيقن على انها صافيه خاليه من العيوب والاكدار الروحيه، وبالتالي لا تبين يوقف حتى تشافى باذن الله عز وجل، حتى لا يكون هو في المحنه. لان كاين كثير من العيالات كيخبعوا شيء عن الازواج، ومن الناحيه الفقهيه، من ناحيه ما كنتكلمش على اللي ما عارفاش، كنتكلم على اللي عارفه وكتخبع، فايت لها ذبحات، فايت لها زارات، وكتخبع هذا الشيء. لان من الناحيه الفقهيه يجوز في العيب الخفي انه يقدح بالزواج، فهذا في الفقه، لكن ما حطوش مساله الامراض الروحيه، مثلا فيها ضراس، فيها عاهه، فيها امور هذه كتخول الزوج انه يطلق. فما ظنك انه يلقاها كتصرع من باب الدين، من باب الدين يصبر، ولكن من باب العدل والقسط إذا أراد أن يردها يردها. مفهوم؟ حتى لا نقع في حيص بيص، حري أن تذهب المرأة وأن تستخلص العلل بالرقية الشرعية قبل الزواج. اللي بغى يتزوج في هذا الزمان يكثر فيه الخبث، أن يدي المرأة تكون هي ما تقولش لي في الغالب أني مسحورة وعندي عاشق، ربما هي ما عارفاش، ويطلقها في سيمانه وبجوج سيمانات ويعيشوا في الهم والاحزان، ويولوا الابناء صابرين غير قبل الاولاد، وما كاينش الحياه، هو معذب ومعقد ومغلق عليه وهي كذلك. اذا الاولى الرقيه قبل الزواج، فتره الخطوبه تكون معها برامج استشفائيه ايمانيه، حتى اللي في شي عله تبان وتحيد، حسن ما تجي فاس في الراس تولي مشاكل في البيوت. كتاب الله ولكن فرق بين أن تقرأ كتاب الله وبين تصوم وبين تقوم الليل وبين أنك تلقى رقية قوية وتجلس مع راقي ويسألها كالطبيب النفسي، يسألك كالطبيب النفسي: هل عندك عصبية؟ هل عندك مشاكل؟ هل عندك أحلام؟ هل عندك تغيرات، تقلبات؟ كيف هي أحوال الدورة الشهرية؟ كيف هي أحوال كذا؟ فيجمع هذا كله ويحاول بعمق أنه يسلط ما به يستشف ويستخرج العلة الخفية، وبعد ذلك تأخذ القرار بإذن الله عز وجل، ويأخذ كذلك الزوج القرار بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أرى في هذا الزمان هذا أمر أصبح ضروري، أراه أنه أصبح ضروري، حتى ما تكونش الزوجة طيبة ثم في الدخلة تجد تصفيح، في الدخلة تجد ربط، في الدخلة عدم القدرة على الدخلة،
على فض البكرة، عدم القدرة على الجماع، عدم الانشراح في الصدر، أن يرى الزوج صوت الزوجة كريهة سيئة وهي كذلك، وهم لا يعرفون هذا العالم، لا يعرفون هذه الأسرار. ثم بعد ذلك لأقل كلمات تكون هناك حرب طاحنة في البيت، هناك عداوة، ثم هناك فراق، هناك طلاق، تدخل الأقارب وكذا. إذا من الأولى لكن لا بد من الأخذ بالأسباب، حتم واجب. من لم يجوز القرآن آثم. مفهوم؟ الأخذ بالتجويد حزم لازم، من لم يجوز القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أنا أقول الرقية أصبحت حتم واجب، من لم يأخذ بها آثم، لأن لا بد العلة أن تظهر حتى لا تعذبي زوجك أو ولا يعذب الزوج زوجه. هو اللي بغى كان عارفة هي مريضة. ايوا هكذا كي كتعرف راسها مريضة. ايوا هكذا كي ما كانش عارف راسها مريضة ولا كانش عارف. ايوا عرفات، دابا عرفات بإذن الله غيتحيد. لا غتحيد بإذن الله. اسمعني نقول لك، انت ظالم الله يا عدو الله. ما استغفر الله، ما تكون كعدو الله، انت الله تكون ولي من اولياء الا تكون مسلم. فهمتي؟ انا كنت هنا وبقينا، انا ما غادي تقولوا لي اخرج، وكنت هنا وكمل هنا صافي. هادشي اللي كنعرف. شكون اللي جابك؟ شكون اللي جابك؟ ها؟ قديم. شكون اللي جابك؟ عرفنا قديم. شكون اللي جابك؟ ها؟ شكون جابك؟ تكلم شكون جابك؟ باش جيتي لهم؟ عن طريق ماذا؟ تكلم عن طريق ماذا أتيت؟ ها؟ عن طريق ماذا أتيت؟ ها؟ شنو؟ ما عقلتيش؟ غير تأكد. لا غير تأكد. ها؟ لا غير تأكد. تأكد. عين نظرة. ويلي هذاك الشيء بعدا ما دويش عليه. سحر قديم. في الأم قديم. الكلام الذي قلته قبل هي كتصرع هنا كتلقى هنا والأم كتأذى هي، وقلت أنه يكون مربوط اتصال موروث. الآن تبين أن قال لك العين والنظرة لا تسأل عن العين كثيرة، ولكن السر حينما ذكرت السحر تحرك وارتعد. سحر موروث يعني سحر الأمة. وش هي الأولى عند الأمة؟ هي البكر. كذا هي الوسطانية. وعلاش سألتي الوسطانية؟ علاش؟ وأختها الكبيرة ما مريضاش. هي الكبيرة. كذاك زقي معايا. إذن هي البكر. كذاك. كذا. إذن سحر قديم من الأم إلى الابنة في أول ولادة للأم. طيب إذن أنت تخفي سرا، أنت جئت بالسحر، أنت تخفي سرا، جئت بالسحر. إذن أنت معها منذ الولادة، منذ الصغر. صح؟ من الصغر، ماشي في الولادة، في الصغر. في الصغر. طيب كان عمرها حينها رضيعة. شو؟ في المدرسة. شحال كان عمرها؟ شحال؟ 7 سنين. شحال كان عمرها؟ 7 سنين 8 سنين؟ 5 سنين و 6 سنين. طيب السحر بماذا صنع؟ السحر بماذا صنع؟ ما عرفتش. خلوه نهبل نطولو نقصروه. أخرج. يا بسم الله. اسمعني مزيان. أنا
خير الخير. اسمعني مزيان. اش معك؟ اسمعني مزيان. تخرج ولا لا؟ ما تخليش انا. نسيت. خرج ولا لا؟ زيد الآن. لا كرامة لك. هيا بسرعة بسرعة. وإلا تموت. بسم الله. تموت. المطرية الكاذب بالله خداعي. ما تخبعتين نجيبوك ليا بالله. تموت. علاش دخلتي؟ لا شو صاوك؟ شو صاوك؟ نموت. خرج. تموت. خرج الآن. كتسمعي؟ خرج ولا لا؟ يلا هيا. يلا بسرعة. هيا. سنعيد. ما غنوقفش. كتسمعني؟ ما غنوقفش. يلا هيا. يلا هيا. بسم الله. يلا هيا بسرعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله.
في رجليك في وفقتي في مولي في الساق. وفقتي. فقت. اذا باقي مخبع، اذا ما خرجش. لا ما خرجش، ما لم تحسي في الساق ديالك الم وفقتي، اذا تخبى تما وفيقك. كلاكاجو. هذا هو. انت مسافرين اخويا منين في الصباح؟ انتما كاين في فرنسا في الصباح، عندكم في الطياره في العشيه. اذا خاصكم نتوما 12 في المطار، خاصهم 12. هيا ديك 11 ونص 12. لا اله الا الله. اذا هذا هو المجرم دابا اللي كاين، هو اللي كاين دابا الشيطان هو اسلم، لكن ولو اسلم قل هو ما عندوش غرض الاسلام بالكفر، عنده اسلام بالعشق. فهمتي؟ ممكن موجة ها؟ كنصلي عادي كنقرا ايه هو كان كافر، ولكن ما عندوش هو علاقة بالإسلام. فهمتي؟ هو عنده علاقة بالعشق، يعني خليك تدي الشعائر ماشي مشكل، ولكن تديها بلا روح. في الاول خصوصا قبل الاجتهاد كنت فعلا كالصلاه كنصليها ما كاينش بلا روح بلا روح بلا روح، عاود تحسي هذا هو اللي كاين. واه شوف، غترجع لي، شوف اسمعني، غترجع اليوم في العشية، غترجع غدا، غترجع نهار الأحد، ما كان والو، ان شاء الله نستقبلك انا في الصلاة باذن الله. صافي، لان عندك دابا عندك عدو واحد خصو يتحيد، حيت لا بقى. انا كنقولك النصيحه دابا، الهدف باين، هو انه العشق هو الاشكال، خاصو دائما التعذيب والحجامه والرقيه. فهمتي ولا لا؟ باش يحس بالالام في الجسم باش يخرج. صافي ان شاء الله خير. اذا في العشيه رجع مع العصر ماشي مشكل. امين امين. اختي ما تستسلميش، ها؟ لا لا راه مستقبلك دابا هذا راه عدو مخبع فيك. استسلام. هكذا. خير ان شاء الله. شيخ بارك الله فيك.